صباح العسل. يسعد صباحكم بكل خير يا رب. مالك قاعده زعلانه ليه؟ متضايقه ليه؟ مش عارفه تغديهم ايه النهارده؟ يلا اقول لك تغديهم ايه النهارده. انا هقول لك فكره، وانت لو عندك فكره اكتبيها لي في التعليقات. اي حد عنده فكره حلوه لوصفه اقتصاديه اكتبوها لي وانا انفذها باذن الله. تعالوا شوفوا وصفتنا النهارده اللي مش هتكلفنا خالص. يلا تعالي. خلينا نبتدي من الاول خالص. انا جايبه نص كيلو جوانح. تقدري تجيبي نص، تقدري تجيبي اللي انت عايزاه، وممكن تقضيها بوفقة صدور اللي هي حوالي ربع كيلو او 300 جرام. هننضف الجوانح كويس جدا. هنقص الطرف الرفيع الناشف ده ملوش لازمه، او لو انت عايزاه قصي الضوافر بس. انا هقصقص الطرف الرفيع ده لاني بستخدمه في حاجه تانية. هرش عليها معلقه ملح ومعلقه كبيره دقيق وعصير ليمونتين، وهدعكهم كويس جدا واسيبهم حوالي نص ساعه كده لحد ما هعمل حاجه وارجع لهم تاني. خلاص. طيب هنعمل ايه بقى بعد ما ندعك الفراخ بالدقيق؟ وعلى فكره دي الطريقه الوحيده اللي انا بلاقيها بتخلي الفراخ ريحتها تحفه وما فيهاش اي ريحه زفاره مهما كانت. جبت طاسة او حلة اللي انت عايزة تجيبيه، حطيتها على النار. غسلت كوبايتين رز كويس قوي، حطيت لهم معلقتين زيت ومعلقتين سمنة ومعلقة واحدة ملح وكوبايتين مية مغلية من الكتل. الرز يا جماعة كده ما بياخدش معانا 3 دقايق بالظبط بيكون خلصان، وحوالي ربع ساعة بالكتير قوي بيكون استوى. وهتشوفي النتيجة بعينيكي. للناس المستعجلين اللي عايزين يعملوا رز ابيض شاهي جميل جدا، الطريقة دي سهلة وسريعة قوي انك تعملي بيها احلى رز ابيض وبيطلع مفلفل جدا. مش حابة بقى ان احنا نطقطقه على النار ولا اي حاجة. هغطيه واسيبه. وفي الوقت ده انا جبت طاسه حطيتها على النار، حطيت فيها معلقتين سمنه ريحتها حلوه قوي. انا خلصت سنام الجمل اللي كنت عاملاه، ولسه هنزل اجيب تاني ان شاء الله لانه بيعجبني جدا في الطبخ. حطيت الجوانح بعد ما غسلتها تحت الميه كويس قوي تتحمر من الاتجاهين بدون اي اضافات. هحمرها كده، احط لها بس شويه ملح وفلفل اسمر، ولو حابه تحطي بهارات بس انا ما حبيتش عشان طعم الاكل ما يغيرش، وهقول لك ليه دلوقتي. حمرتها من كل اتجاه كده، وبعدين طلعتهم على طبق. طبعا انا حمرت الكيلو كله وطلعته على طبق على جنب. ومكانه في الطاسه قشرت 2 ثمرة بطاطس وقطعتها طرنشات كاني هعمل صينيه عادي جدا، وحمرتها برضو على الاتجاهين. مش آلية تحميرة يا جماعة كده اللي هي بتشمع البطاطساية وتقفلها، بحيث انها مهما قعدت في الصلصة ما بتنهريش وبتفضل كل قرص بقرصه كده حلقة بحلقتها. حمرت البطاطس على الاتجاهين كده تشميعة، وشلتها برضو من الصينية بتاعتي. في الوقت ده انا هقطع بصلاية صغيرة مفرية وهنزل بيها في الطاسة بعد ما حمرنا البطاطس. يبقى نفس الطاسة انا شغالة فيها، حمرت الجوانح وحمرت البطاطس وكمان حمرت البصلاية. مش حمرتها برضو البصلاية تشويحة كده بس، عليها فص توم مفري او فصين توم مفريين اهو، تشويحة يا جماعة بس. مش بقلي انا، مش عايزة البصل يبقى مقلي، لا تشويحة. وده قرن فلفل حامي احمر وقرن فلفل رومي، قطعتهم. وبراحتك في اختيار الفلفل، بس ضروري نحط فلفل ان شاء الله لو رومي بس. ودول طماطميتين مبشورين، طماطميتين كبار قد حجم البطاطسايه كده مبشورين، وشويه ملح وفلفل اسمر. واعملي حسابك ان احنا حطينا ملح وفلفل اسمر على الفراخ. لفتين 3 كده بس، برضو مش عايزاهم يستووا قوي، يا دوب هحط لهم معلقه معجون طماطم او صلصه طماطم، او لو انت عامله بيوريه طماطم وشايلاه في الفريزر طلعي منه معلقه كبيره وحطيها، بتفرق في الطعم مع الطماطم الفريش. استووا شويه، رحت مفضيه الطاسه ورصيت بقى البطاطس بتاعتي. يعني شايفين الشغل كله في طاسه واحده عشان الوقت وعشان ما اوسخش مواعين كتير حوالين مني. رصيت البطاطس ونزلت عليها بنص الصلصه. سامعاكي يا اللي بتقولي هي صينيه بطاطس تبقى ازاي من غير حلقات البصل؟ لا ما نسيتش طبعا. قطعت بصلايه كبيره حلقات وجيت رصيتها فوق البطاطس، لانها طبعا بتفرق كتير جدا 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 اهي. وهبتدي ارص الجوانح اللي احنا محمرينها، ريحتها حلوه قوي قوي عشان متحمره بمعلقه سمنه. هرصهم فوق الصينيه كده كلهم
وهي اخدتهم كلهم بصراحة. طبعا انتوا عارفين ان الجوانح ما بتاخدش وقت في التسوية، وكمان البخار اللي هيطلع عليها من الصلصة والصلصة فوقها وتحتيها هيديها طعم خرافي خطير. انا عايزاكي تجربيها وتكتبي لي في التعليقات كانت وحشة يا حنون، كانت حلوة يا حنون، بس مش اكتر. وزي ما قلت لك تقدري تعملي الوصفة دي بصدر فرخة اللي هو 300 جرام او 250 جرام. ادي بقية الصلصة بتاعتي حطيتها، وهجيب حوالي كوباية مية في نفس الطبق. طبعا الحركة دي جداتنا كان دايما بيعملوها نفس الطبق عشان ياخدوا بقايا الصلصة اللي فيه، بس احنا المعلقة السيليكون بتخدمنا. وغطيتها حوالي 15 دقيقة بالظبط. ابص على الرز بس كده، انتوا شايفين ان الرز اخد وقت التسوية وقت تجهيز صينية البطاطس، مفلفل وتحفة ولونه ابيض شاهي كده وريحته خطيرة، يعني بجد احلى رز ابيض. طبعا تقدري تعملي رز بشعرية براحتك خالص. ده جه وقت الغرف. الطبق ده واخداه من دكان فريدة على الفيسبوك، عندها حاجات حلوة قوي شيك قوي. البطاطس بتطلع بالبصل بتاعها بالجوانح كده، طلعت قطعة واحدة تحفة قوي قوي. طبعا ما خدتش وقت ابدا في عمايل الاكل، يعني انا بقول لكم انا باخد ساعه، لا انا النهارده ما خدتش ساعه. عندي بتنجان وفلفل مخلل مقلي، حطيت بقى حتتين كده في الطبق. عندك ليمون، عندك اي مخللات بيوتنا المصريه ما بتخلاش ابدا من المخللات، فحطي بقى اي قطعتين مخلل. والرز الطبق بجد شاهي جدا ويأكل اي حد يفتح نفسه الطبق باذن الله. بتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه بالطريقه دي، وبتمنى ان هي تعجبكم. عايزه اوريكم بس قد ايه الجوانح في الوقت القليل ده. البطاطس طبعا مستويه ومتماسكه، ودي نقطه مهمه جدا لان في ناس كتير ما بتحبش البطاطس تتهري في الصلصه. بالنسبه للجوانح بصي مستويه دايبه. ربع ساعه بس يا حنون، مع التحميره اللي خدتها في الاول مع الربع ساعه بخار مع الصلصة فوقها وتحتيها، خلاها بجد دايبة. بصي بقى احلى حاجة انك تاكلي اكل بيتي طازة فريش سخن. انت اللي عاملاه بايدك، ضامنه نظافته، ضامنه كل حاجة. ودي نقطة مهمة جدا جدا، وخصوصا في فصل الصيف. واسأل مجرب. بصي يلا، صينية البطاطس بالطريقة دي مختلفة في طعمها، في ريحتها مختلفة بجد. جربيها وادعيلي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.